أهلا بيكم. النهاردة جاية لكم بوجبة غدا أو عشاء سهلة وبسيطة وسريعة. متهيألي خلاص انتوا عرفتوني وعرفتوا ان كل وصفاتي بسيطة وسريعة وما بتاخدش مننا وقت خالص في المطبخ. أكلة النهاردة مختلفة شوية، لا هناكلها بالعيش ولا هناكلها بالرز، هناكلها بلسان العصفور. يعني هنعمل النهاردة مع بعض لسان العصفور بشرايح الفراخ والمشروم. حقيقي طعمها يجنن، طالعة في منتهى الجمال. لسان العصفور مفلفل، مش هيطلع معاكم معجن خالص. شرايح الفراخ كمان متبله وطعمها في منتهى الجمال. أكلة النهارده كمان من الميزه اللي فيها ان تقدروا تفتحوا التلاجة وتطلعوا اي خضار عندكم في البيت. يعني اي خضار انتوا بتحبوه تحطوه، واي حاجه انتوا مش بتحبوها تقدروا تشيلوها. انا كمان استخدمت ابسط انواع التوابل اللي موجوده عندي في البيت، يعني ما فيهاش اي حاجه غريبه خالص. جربوها وعلى ضمانتي وحقيقي هتعجبكم جدا جدا. شوفوا كمان شكلها جميل ازاي. لو قررتوا ان انتوا تعملوها في العزومات شكلها هيطلع في منتهى الجمال. يلا بينا. أول حاجة نجهزها هي صدور الفراخ. معايا قطعتين كاملين من صدور الفراخ مغسولين كويس جدا ومتصفيين. أنا كمان قطعت الفراخ لشرايح كده تكون سميكة شوية عن تقطيعة البانيه. هتبلها بالملح، الفلفل الأسود، معلقة صغيرة بس مليانة من بهارات الفراخ. وأغلف بقى شرايح الفراخ كويس جدا جدا بالبهارات من فوق كده ومن تحت. ممكن نسيبها شوية في التتبيلة بس أنا عامة هستخدمها على طول. هجيب بقى طاسة واحط فيها معلقتين كبار من الزبدة مع معلقة كبيرة من الزيت علشان الزبدة بس ما تتحرقش معايا على النار. وأول ما تسخن جدا هضيف كده شرايح الفراخ على درجة حرارة متوسطة وأسيبها كده لحد ما تاخد لون من تحت. أقلبها على طول على الجنب التاني لحد ما كلها تستوي وتاخد لون معايا بنفس الشكل ده. أشيل بقى الجزء الأولاني وبعد كده أحط الجزء التاني من الفراخ واستمر كده لحد ما أخلص الكمية كلها. حلة بقى وحط فيها معلقتين كبار من الزيت أو السمنة أو الزبدة، وهضيف كمان كوبايتين ونص من لسان العصفور. هنفضل نقلب باستمرار علشان كله ياخد لون واحد مرة واحدة. بس أهم حاجة وأهم خطوة في وصفة النهاردة إن إحنا لازم نحمر لسان العصفور. مش هنستخدمه أبدا ني كده زي ما انتوا شايفين، علشان هينزل كمية كبيرة من النشا. هيخلي الأكلة بتاعت النهاردة تكون معجنة شوية، وخاصة بعد ما تبرد لا شكلها هيكون حلو ولا طعمها كمان هيكون حلو. فضلت أقلب لحد ما كله أخد لون ذهبي واحد كده زي ما انتوا شايفين. أنقله بقى كده في طبق تاني، مش هسيبه في الحلة لأن الحلة سخنة ممكن تحمره بزيادة. معايا بقى كمية من المشروم أنا مسحته كويس جدا. أنا هستخدم المشروم الفريش، تقدروا تستخدموا المعلب يعني زي ما هو متوفر عندكم. هقطع بقى المشروم لشرايح كده، وبعد كده أجيب طاسة تكون كبيرة شوية وأحط ربع كوباية من الزيت. وبعد كده هضيف بصلتين كبار يكونوا متقطعين حتت صغيرة. هفضل أقلب لحد ما البصل يدبل معايا، وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من التوم المفروم ناعم. هقلب كمان تقلبتين لحد كده ما أشم ريحة التوم ابتدت تطلع معايا. بعد كده هنزل بقى بشرايح المشروم اللي احنا قطعناها مع بعض. المشروم مش بيستوي كتير على النار، يعني يا دوبك احنا محتاجين تقلبتين بس مش أكتر من كده. مهما تسووه على النار ومهما تسيبوه على النار برضو مش هيستوي، مش هيبقى طري. برضو بتحسوا ان هو فيه قرشة او سنة بسيطة كده. بعد كده هضيف فصوص من التوم، انا بحبها بس اللي مش بيحبها يقدر يشيلها. وهضيف كمان كوباية من الجزر المبشور. في المرحلة دي تقدروا تضيفوا اي نوع من انواع الخضار اللي انتوا بتحبوه. ممكن كوسة مبشورة او متقطعة حتت صغيرة، ممكن فلفل الوان، يعني اي خضار عندكم في البيت ممكن تحطوه. هقلب تقليبة لحد ما الجزر يستوي معايا. بس انا حسيت كده ان هو محتاج معلقة كده من الزيت فحطيتها وقلبت تقليبة كمان. بعد كده هضيف ربع كوباية من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم الجاهزة. وهتبل بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، السبع بهارات أو البهارات المشكلة، ومعلقة صغيرة بس مليانة من الكزبرة الجافة. بتدي طعم وريحة حلوة جدا جدا. هقلب تقليبة كمان. وبعد كده بقى أضيف لسان العصفور اللي احنا حمرناه، وزي ما قلت لكم لازم نحمره، مش هنستخدمه ني أبدا. أقلب بقى تقليبة حلوة علشان كله كده ياخد من روح بعضه. وبعد كده معايا كوبايتين ونص من المية المغلية، هحط فيهم كده مكعبين من المرقة. لو عندكم شوربة سواء شوربة اللحمة أو الفراخ مفيش أي مشكلة. قلبت كويس قوي وبعد كده أحط الشوربة بقى. هرجع أضيف حوالي كوباية إلا ربع من الحليب الدافي. ممكن كمان تستغنوا عن الحليب خالص مفيش أي مشكلة، ولكن هو إدى طعم حلو جدا. قلبت تقليبة وبعد كده أرصص بقى صدور الفراخ اللي احنا جهزناها مع بعض. هنرصصها كده على الوش، وبعد كده بقى نغطي الطاسة بتاعتنا على درجة حرارة متوسطة لحد كده ما كله يستوي زي ما انتوا شايفين كده. لو حسيتوا كده ان السوائل قلت معاكم وفي نفس الوقت لسان العصفور لسه ما استواش معانا، فهنضيف حوالي نص كوباية بس من المية، مش اكتر من كده. وعاوزة اقول لكم ان يا دوبك على النار حوالي 3 أو 4 دقايق بالكتير.
مش اكتر من كده، ما اخدتش مني وقت خالص. بس اهم حاجه ما تطفوش كده النار وتلاقوا كده ان لسان العصفور استوى بنسبه 100%، يعني يكون كده مستوي بنسبه 90%. عامه السخنيه هترجع تسويه مره كمان، فهتلاقوا ان القوام بتاعه بقى مظبوط ومفلفل وفي منتهى الجمال. انا خلاص جهزت الطبق بتاعي. ممكن كمان ترشوا كده رشه بسيطه من البقدونس الاخضر يكسر الالوان شويه، بس انا للاسف ما كانش عندي. الفراخ متبله وطعمها حلو جدا ومستويه ومظبوطه قوي، ولسان العصفور مفلفل وفي منتهى الجمال. جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. بألف هنا وشفا، وباي باي.